قناة سكولي هتقدم النهاردة طريقة تلوين الشعر باللون البني الجميل بمكونات بسيطة وصحية للشعر، كمان هتوفري فلوسك. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، وتعملي لايك وشير للفيديوهات علشان نفيد عدد كتير من الناس. هنحتاج ل2 باكت من الشاي الاسود، او ممكن الاستغناء عنهم ب2 معلقة صغيرة من الشاي الاسود السايب، شوية من القرنفل وشوية من حبة البركة، حوالي معلقة صغيرة من كل منهم. هنحط الشاي والقرنفل وحبة البركة وهننقعهم في مية سخنة لمدة نص ساعة تقريبا، وهنسيبهم لحد ما يبردوا تماما. هنحط 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، 2 معلقة كبيرة من البن، من 3/4 إلى 1 كوب من الحنة على حسب طول شعرك، وهنخلطهم مع بعض كويس. هنصفي خليط الشاي ونحطه على خليط الحنة اللي عملناه، وهنخلط الكل مع بعضيه. هنضيف معلقتين من الخل الأبيض ونخلط كويس. هنغطي الخليط ونسيبه يتخمر طول الليل، يعني حوالي 12 ساعة على الأقل. لازم نغطي الخليط يا جماعة وإلا هينشف. ده شكله بعد ما سبناه يتخمر 12 ساعة. عند الاستعمال هنضيف معلقة كبيرة من الزبادي، بيضة كاملة، أو ممكن نستبدلهم بمعلقتين من زيت الزيتون، وممكن الاستغناء عنهم تماماً، لكن بيغذوا الشعر ويطروه ويمنعوا جفافه. هنحط الخليط على الشعر وهنسيبه لمدة 4 ساعات على الأقل. بعدها هنغسل الشعر بشكل عادي جدا بالطريقة المعتادة. علشان نحصل على اللون والتأثير اللي احنا عايزينه لازم نكرر الحكاية دي كل أسبوعين مرة. يا جماعة مفيش حاجة اسمها من أول مرة، لازم الاستمرارية هي اللي بتوصلك للنتيجة اللي انتي عايزاها. يلا جربيه وابعتيلي تجربتك كانت عاملة ازاي. أشوفكم في الفيديو الجاي.